جلستموه قسريا 10 سنوات وهو لم يقاتل ولم يحمل سلاحا. سياسي، واحد سياسي يؤمن بالحوار وبالسياسي، وكان يحاور الحوثيين. 10 سنين من عمره ضاعت، وفي الأخير الآن بدأوا يساومون به، بدلا من أن يطلقوه دون قيد أو شرط. إذا كانت عندهم مبادرة للسلام وعندهم يعني حسن نية، ويعني يرتكبوا أشياء تطمئن الإنسان اليمني أنه والله جماعة الحوثي فعلا تريد سلاما. لا، الآن بتساوم. ولعلمكم محمد قحطان، لاحظوا الفرق هنا، الفرق الكبير جدا، هنا الفرق الكبير جدا، أن محمد قحطان اختطف اختطافا، بينما الأسرى الحوثيون أسروا في المعركة محاربين. شوفوا الفرق، شوفوا الفرق. وهكذا كل أسرى الحوثيين، معظم 90% من الذين بحوزة الحوثي مختطفين من بيوتهم، اللي اختطفوا من بيته، واللي اختطفوا من المسجد، واللي اختطفوا من الشغل حقه، من مدرسته، من مصنعه، من دكانه، وأخذوه مختطفين. أما أسرى الحوثيين الذين بيد المقاومة أو بيد الشرعية اليمنية فهم أسرى حرب، أسرتهم داخل المعركة وهم يقاتلون. الآن هذا المختطف الذي اختطفوه بدون أي وجه حق وبدون أي مبرر، فقط لأنه إصلاحي، فقط لأنه إصلاحي مسكين، ما استطاع أن يغادر صنعاء مع من غادروا، وهكذا. والآن يساومون به ب50. الله. أنا بالنسبة لي للتسعيرة، أنا أعجبوني الحوثيين أنهم عرفوا رخصهم بأنهم رخاص، بأن الإنسان الإصلاحي يسوى 50 واحد منهم. تسعيرة. أنا شكرا شكرا. احنا هرمنا من أن نصفكم ونقنع الناس أنكم فعلا رخاص وأنكم فعلا زبالة، لكن الحمد لله أنكم من وضع التسعيرة. التسعيرة جاءت من الحوثي، وأكيد أني جاية من الكفيل الإيراني في قم أو في الضاحية الجنوبية. 50 حوثي مقابل محمد قحطان. كيف لو نساومكم على رئيس الإصلاح كاملا، محمد عبد الله اليدومي؟ هذا يمكن جماعة الحوثي كلها ما تكفي، هذا يمكن نصرفه بجماعة الحوثي كاملة. شفتوا الوقاحة الذي هم فيها. هذا بالنسبة للتسعيرة، وهذا بالنسبة لاتفاقيات السلام المسخرة. طبعا بالنسبة لاتفاقيات السلام، أي يمني يحترم عقله لن يعيرها أي اهتمام ولا يبالي بها، لأنه عندنا إحباط كامل تماما. فقط أنا أعاتب الإصلاحيين، أنا أعاتب الإصلاحيين، التجمع اليمني للإصلاح معاكم محمد قحطان هذا بتنسوه بالسنة بالسنتين يا مجرمين، يا مجرمين، يا فاشلين، بتنسوه بالسنة بالسنتين، ما تذكروه، ما حد يذكر اسمه ولا حدا يطالب به. والله العظيم لو هذا محمد قحطان عند الحوثيين، وأن هناك قيادي حوثي بحجم محمد قحطان معتقل أو مخفي قسريا، لا يعملوا منها المهدي المنتظر أمانة، لا يقولوا دخل السرداب مثل الإمام رقم 12، ويعملوا منه رمز، ويعملوا منه شوارع باسمه، ويعملوا صوره في كل مكان، ويوميا يوميا يوميا ويذكروا اسمه يوميا يوميا إلى أن يبقى رمز. أنتم محمد قحطان والله لو ما عاد إحنا بنذكره، إحنا هذول الناشطين والحقوقيين اليمنيين نذكره ونطالب بإفراجه. أما الإصلاحيين والله العظيم مثل قد نسيوه، قد دربتوه ونسيتوه ولا كيف، والله ما أدري. سبحان الله. هذا هو المحور الأول الذي سأتخاطب معكم فيه. ثانيا، سأوجه سؤال لإخواني اليمنيين، سؤال للإخوة اليمنيين أشوف ثقافتكم السياسية. ما هي الدول العربية التي تدعم جماعة الحوثي؟ اسمعوا يا يمنيين، ما هي الدول العربية التي تدعم جماعة الحوثي؟ هذا هو المحور الثاني من لايفي. الآن بطلع الذي يريد الحديث، أهلا وسهلا. الأولوية لليمنيين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأنني الآن في الحساب اليمني. خلوني أطلع مجموعة. آه اليمنيين، اليمنيين.
على 3-3. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من يمني وأريد أن أتحدث في عن ماذا تريد أن تتحدث؟ هل تعلم عن من تحدثنا؟ نعم الدول العربية التي تدعم الحوثيين. هذا خلي هذا الجانب الآخر. ابقى معي، خلني أشوف بس حكاية المفاوضات اليمنية، بعدين ندخل. هذا اللي هو المحور الثاني، لا أريدك أن تقفز. انتظر حسن. حسن حسن شوف حسن ينزل. انزل يا حسن. طيب لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ إيش اسمك يا أخي؟ فلاديمير. فلاديمير بوتين. يا تفضل يا أخي. سلام الله عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شاء لي القدر أن أستطيع الظهور معك الآن. مرحبا. شوف يا أسعد، والله العظيم تكلمت معك مرة وكنت بحساب آخر، وكان الحديث شيق جدا، إلا أنك أصبحت تستعمل زخرف القول غرورا. أنت سمعت المداخلة يا أخي؟ لا سمعت المداخلة، موضوع معين. سمعت، ولكن أنت تضع عندك شيء في الموضوع. لا أنا لا أسب ولا أتجاوز خطوطي. عندك شيء في الموضوع، لا تضيع وقتك. لم أتكلم يا أسعد. أنا أسألك، هل عندك شيء فيما أنا ذكرته في الموضوع الذي أنا ذكرته فاتح اللايف من أجله، ولا ما عندك؟ عندي. خلاص تفضل. أنا رايح أتكلم يا أسعد. تعرف محمد قحطان؟ نعرفه. من هو محمد قحطان؟ رايح نجاوبك، لا تضع لي هكا الحواجز، خليني ندخل. سبحان الله.